السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس خلود طه وانت هنا في منصة اديونور. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو تطور الخريطة. انت خدت الاتجاهات الأصلية والفرعية وقلنا احنا كنا بنحددها ازاي، سواء عن طريق الشمس او عن طريق النجوم، وكمان اخدنا مع بعض العناصر اللي هي موجودة في الخريطة، وان الخريطة عرفنا انها رسم مصغر لسطح الأرض. خدنا المكونات اللي حواليها اللي كان من ضمنها وردة البوصلة اللي كانت بتحدد عندي مواقع الأماكن والاتجاهات، واخدنا كمان عنوان الخريطة ومفتاح الخريطة، واخدنا أهمية الخريطة في حياتنا. خدنا كمان مقياس الرسم. ما تيجي اقول لك تطور الخريطه. تطور الخريطه يعني ايه الكلام ده؟ ده الدرس بتاعنا النهارده. تعالى اقول لك الخريطه كانت عامله ازاي زمان والخريطه بقت عامله ازاي دلوقتي. قال لك ان هنا لو انا قلت لك مثلا، طيب لو انا قلت لك ان دي خريطه، لو انا قلت لك ان دي خريطه، تمام، وقلت لك ان دي كمان الخريطه اللي انت شفتها زي خريطه مصر او خريطه العالم اللي هي كان عليها البحرين عندي الاحمر والمتوسط، هقول لك برضو ان دي خريطه، تمام، دي الخريطه اللي انت خدتها. لو انا قلت لك ان دي خريطه ودي خريطه، ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ ايه ده يا بيس؟ دي اصلا مش خريطه، دي شبه الالعاب، دي عماله بتودينا الاسهم، هو ده طريق انا هروحه؟ طب ما دي خريطه مصر يا ميس اللي احنا خدناها، ازاي دي خريطه ودي خريطه؟ ده اللي هيدخلنا للدرس بتاعنا النهارده، اللي هو ايه؟ اللي هو تطور الخريطه. قال لك ان انا عندي اول تطور، انا هنا الدرس ده بيتكلم في حدود 3 عناوين. كم عنوان؟ 3. مين هم؟ قال لك ان انا بتكلم على 3 حاجات. عندي الخرائط قديما، تمام، وعندي الخرائط حديثا، وعندي الصور الجوية والفضائية. يبقى أنا عندي 3 عناوين: الخرائط قديما والخرائط حديثا والصور الجوية والصور الفضائية. تعال نشوف الخريطة قديما كانت عاملة ازاي. الخريطة قديما أول حاجة هتكلم على 2. مين هما الاتنين؟ أول واحد هما المصريين القدماء والعرب. يبقى أول ناس هما مين؟ المصريين القدماء والعرب. المصريين القدماء دول كان عندي زمان الدنيا كانت عبارة عن صحراء، ما كانش في مباني زي المباني اللي موجودة عندي دلوقتي والعمارات وهكذا وهكذا. كان هنا ممكن يلاقي مكان فيه مية، فالمكان ده يفضل قاعد جنبه شوية وليكن بير لحد ما المية تخلص. طيب مكان تاني يلاقي فيه أكل، يفضل قاعد جنبه شويه لحد ما الاكل يخلص. طب بدأ بقى يعرف الاماكن اللي هي بتاعه المعادن، يعني زي مثلا مكان فيه حديد، مكان فيه نحاس، مكان فيه ذهب. ما كانش ينفع ان هو يفضل قاعد جنب المكان ده. ليه؟ لان اصلا المعدن ده هو مش هياكله، فكان لازم ان هو يمشي عشان يبحث عن مكان تاني للاكل والشرب. وكان لازم كمان انه يحافظ على المكان ده، يعرف هو موجود فين. يعني كان لازم يعلم المكان ده بحاجه معينه، الحاجه دي كانت هي الخريطه. زي مثلا انت بتعلم مدرستك بايه؟ تقول لي يا ميس دي جنب مدرسه كذا، ده جنب مش عارفه مسجد كذا، ده جنب الكنيسه، جنب مش عارفه ايه، جنب كذا جنب كذا. هو بقى كان لازم يعلمها بحاجه، بس زمان ما كانش ينفع ان هو يعلمها بمكان. ليه؟ لان انا قلت لك ان الدنيا زمان كانت صحراء فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، فبالتالي ما عندوش طريقه يعلم بيها غير الخريطه. فالمصريين القدماء اللي هم مين؟ اللي هم الفراعنه اللي بنوا لك الاهرامات، عملوا ايه؟ هنا رسموا خريطه. طب ليه رسموا خريطه؟ عشان حاجتين. يعني انا لما اجي لك هنا سؤال ممكن يجي لك يقول لك بما تفسر. اهتم العلماء اهتم المصريين القدماء برسم المخططات والخرائط بما تفسر، وانا اتفقت معاك ان بما تفسر يعني ليه؟ ده اللي انا اتفقت معاك عليه. ليه رسموا خرايط؟ ليه كان لازم انهم يرسموا خرايط؟ قال لك عشان حاجتين: عشان يوصفوا مسار نهر النيل ومواقع المناجم. يبقى تاني عشان يوصفوا حاجتين. عشان يوصفوا كام حاجة؟ حاجتين. مين هم؟ مسار نهر النيل ومواقع المناجم. مسار نهر النيل ده اللي هو عبارة عن ايه؟ كلمة مسار
مسار يعني كلمة اتجاه، كلمة مسار يعني كلمة ايه؟ اتجاه. يعني اشوف مثلا نهر النيل ده، هل هينفع ان انا اقعد جنبه؟ هل هينفع ان انا ازرع جنبه؟ طيب النهر ده بيجي لي منين؟ بيجي لي من الشمال ولا بيجي لي من الجنوب؟ هل المكان ده فعلا ينفع اعيش جنبه، ولا المكان ده مثلا بيحصل فيه فيضان؟ فكان لازم انهم يرسموا خريطة عشان يوصفوا ايه؟ مسار نهر النيل. ايه مسار نهر النيل ده؟ المسار اللي هو الاتجاه، المسار اللي هو ايه؟ الاتجاه، المسار اللي هو ايه؟ الاتجاه. يبقى رسموا خريطة لوصف مسار نهر النيل، لوصف مسار نهر النيل. تاني حاجة رسموها عشان يرسموا مواقع المناجم. انا زي ما قلت لك، لا لقيت حديد، لقيت نحاس، لقيت ذهب. زمان كان ايام المصريين القدماء مش هياكلوا عيش، يعني هياكل ازاي اصلا من الحاجات دي؟ ما احنا مش هناكل معادن، فبالتالي بس كان يقدر يستفيد منهم في حاجات تانية. فكده عمل ايه؟ راح رسم خريطة لمواقع المناجم. يبقى كده المصريين القدماء، مين المصريين القدماء دول؟ الفراعنة. رسموا خرايط، رسموا ايه؟ خرايط. رسموها لايه؟ عشان يوصفوا مسار نهر النيل ومواقع المناجم. يبقى رسموا خرايط لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم. رسموا خريطة لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم، ومواقع المناجم. تمام؟ ده كده اللي عمله المصريين القدماء. طيب لما اجي اقول لك هنا هم رسموا خريطة على ايه؟ انت دلوقتي بترسم خريطة على ايه؟ على الورق يا ميس، على الكمبيوتر يا ميس، على اللاب. احنا ممكن نرسمها على اي حاجة. هم بقى كانوا رسموها بس على حاجتين اتنين، لان زمان ما كانش فيه تكنولوجيا. طب رسموها على ايه؟ رسموها على حاجتين، على ورق اسمه ورق البردي. اسمه ورق ايه؟ البردي. ايه ورق البردي ده؟ ده زي ورق الشجر كده. وجدران المعابد. وجدران ايه؟ المعابد. ايه جدران المعابد دي؟ اللي هي الحيطه. لو انت مثلا رحت معبد ابو سمبل اللي هو في اسوان، هتلاقي عليه نقوش، هتلاقي عليه خرايط، وطبعا المرشد السياحي هو اللي بيفهمك ان دي خريطه لوصف مع مثلا اتجاه نهر النيل، مسار نهر النيل، موقع المنجم ده. يعني هم كانوا بيرسموا اصلا مش بس الخرايط، كل حاجة كانوا بيرسموها المصريين القدماء على جدران المعابد تعبر عن حياتهم زمان. كل حاجة. تمام؟ يبقى كده رسموا خرايط لوصف مسار نهر النيل. المصريين القدماء رسموا خرايط لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم، ومواقع المناجم. طيب رسموها على ايه؟ ورق البردي وجدران المعابد. ورق البردي وجدران المعابد. يبقى مصريين القدماء. يبقى الخريطة قديما أول واحد مين؟ مصريين القدماء. رسموا خريطة، رسموا خريطة ليه؟ لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم. لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم. كمان عملوا خريطة على ايه؟ ورق البردي وجدران المعابد. ورق البردي وجدران المعابد. ورق البردي وجدران المعابد. دي كده عندي المصريين القدماء. طيب تاني حاجة عندي من برضو نفس الكلام قديما. يعني هنا الخرائط برضو قديما. مين اللي طورها؟ عندي اتنين برضو من طوروها. مين هما؟ العلماء العرب. والعلماء العرب دول لما اجي اتكلم عليهم كده انا هتكلم على اتنين. كده انا هتكلم على كام واحد؟ اتنين. مين هما بقى العلماء العرب اللي انا هتكلم عليهم؟ اول واحد عندي هو الادريسي. اول واحد عندي هو مين؟ الادريسي. يبقى العلماء العرب مين اللي عندي طور الخريطة من العلماء العرب؟ أول واحد اسمه إيه؟ اسمه الإدريسي. اسمه إيه؟ الإدريسي. اسمه إيه؟ الإدريسي. طب تاني واحدة اسمها إيه؟ هي واحدة اسمها مريم الإسطرلابي. تمام؟ يبقى الإدريسي ومريم الإسطرلابي. الإدريسي ومريم الإسطرلابي. الإدريسي ومريم الإسطرلابي. الإدريسي ومريم الإسطرلابي. دول من العلماء العرب. طبعا عارفين إن العرب دول الناس اللي بتتكلم لغة عربية، اللي عندي ربنا اختارهم يطلع من عندهم أهل الإسلام والمسلمين. طيب العلماء العرب كانوا بارعين في رسم الخرايط. فكان عندي واحد اسمه ايه؟ اسمه الإدريسي. الإدريسي ده كان بيحب العالم قوي، فعمل ايه؟ رسم خريطة للعالم. رسم خريطة للعالم كله. يبقى الإدريسي ده عمل ايه؟ رسم خريطة لمكان واحد بس ولا كذا مكان؟ لا يا ميس ده العالم كله. الله ينور عليك. يبقى كده الإدريسي عمل ايه؟ رسم خريطة للعالم. يبقى كده الإدريسي عندك بحرف الراء. الإدريسي عندك فيه حرف ايه؟ الراء. يبقى الإدريسي بالراء
بالراحة عمل ايه؟ رسم. الإدريسي بالراحة عمل ايه؟ رسم. طيب رسم ايه؟ رسم خريطة للعالم. رسم خريطة لمين؟ للعالم. يبقى كده الإدريسي رسم خريطة للعالم. إذا الإدريسي عندك بحرف الراء هو رسم خريطة للعالم. يبقى كده الإدريسي عندك عمل ايه؟ رسم خريطة للعالم. رسم خريطة للعالم. تمام كده؟ يبقى كده الإدريسي رسم خريطة للعالم. إدريسي بالراحة رسم خريطة لمين؟ للعالم. طيب نشوف بقى التانية واللي هي مريم الأسطرلابي. برضو مريم الأسطرلابي دي كانت من ضمن العلماء العرب. يبقى مريم الأسطرلابي دي كانت من ضمن مين؟ كانت من ضمن العلماء العرب. عملوا ايه العلماء العرب دول؟ هنا مع العلماء العرب دول هي كانت من ضمنهم. تاني من ضمن العلماء العرب كانت مين؟ مريم الأسطرلابي. عملت ايه؟ قال لك انها طورت جهاز اللي هو جهاز الاسترلاب. اللي هو جهاز مين؟ الاسترلاب. اللي هو جهاز مين؟ الاسترلاب. ايه الاسترلاب ده؟ قال لك ان ده كان عباره عن اداه فلكيه، يعني هي حاجه عامله شبه البوصله كده، او هو اصلا تطوير لنظام البوصله. يعني بداوا يطوروا في البوصله شويه شويه لحد ما جابوا الاسترلاب. يبقى ده عباره عن ايه؟ ده اداه فلكيه بتحدد لي ايه؟ بتحدد لي مواقع النجوم، مواقع الاتجاهات. يبقى ده أداة فلكية بتحدد مواقع الاتجاهات من خلال النجوم. من خلال إيه؟ من خلال النجوم. يبقى ده أداة فلكية بتحدد المواقع والاتجاهات من خلال النجوم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما كنت زمان هتجه للشمس والنجوم، أنا كده هتجه لمين؟ أنا كده هتجه للاسترلاب ده، وهو اللي هيخليني أحدد الاتجاهات سواء كانت أصلية ولا فرعية، من غير بقى ما اقعد استنى الشمس واقعد استنى الليل. لا، الجهاز ده كان سهل ان هو يحدد لي اتجاه شمال شرق جنوب غرب. يبقى كده لما انا اجي اقول لك ما المقصود بالاسترلاب، لو جه سؤال قال لك كده ما المقصود بالاسترلاب، ايه المقصود بالاسترلاب؟ هو عباره عن ايه الاسترلاب ده؟ الاسترلاب ده هو اداه مالها فلكيه. هو اداه مالها فلكيه. هو اداه مالها فلكيه بتحدد ايه؟ مواقع النجوم، المواقع والاتجاهات من خلال النجوم. تاني معلش، اداه فلكيه عشان تحدد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم. عشان تحدد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم. من خلال ايه؟ النجوم. مين اللي طوره؟ مريم الأسطرلابي. مين اللي طوره؟ مريم الأسطرلابي. مين اللي طوره؟ مريم، على اسم الجهاز نفسه مريم الأسطرلابي. مريم مين؟ الأسطرلابي. لما مريم طورت الأسطرلاب ده ايه اللي حصل؟ بقى عندي الاستخدامات بتاعته كتير. طيب دلوقتي بقى عندي الاستخدامات بتاعته كتير زي ايه؟ انا هنا خلينا اتكلم شوية عن مريم الأسطرلابي، وبعد كده هقول لك الخريطة دلوقتي بقت عاملة ازاي، وهقول لك برضو ان الاسترلاب ده بقى عامل ازاي وبقيت بستخدمه ازاي لما مريم اخدته وطورته. بص بقى، مريم الاسترلابي هي عاشت في القرن رابع هجري عاشر ميلادي. عاشت في القرن الكام؟ رابع هجري عاشر ميلادي. كانت مريم بتحب باباها، فكانت مصرة ان هي تنجح زيه. يبقى كانت مريم بتحب مين؟ باباها، فكانت مصرة ان هي تكون متفوقة في علم الفلك زيه بالظبط. يبقى مريم كانت بتحب مين؟ باباها، فكانت مصرة ان هي تكون متفوقة زي مين؟ زي باباها. فعشان كده عملت ايه؟ اخدت جهاز الاسترلاب ده واستخدمت حسابات رياضية دقيقة. يبقى اخدت جهاز الاسترلاب ده واستخدمت ايه؟ حسابات رياضية دقيقة عشان تطور الاسترلاب. بالفعل قدرت انها تطوره، ولما طورته ما بقاش بس مجرد أداة بحدد منها المواقع والاتجاهات من خلال النجوم، لا، ده بس أنا بقدر كمان اعمل بيه ايه؟ يعني مش بس تحديد الاتجاهات. لما طورته بقى استخدامه ايه؟ قال لك ان بقى استخدامه 3. بقيت اعرف ان انا احدد منه اتجاه القبله، اتجاه قبله الصلاه. كمان اعرف احدد منه وقت الصلاه. اعرف كمان احدد منه بدايه الشهور القمريه. في سؤال ممكن يجي لك واقول لك مثلا هنا بما تفسر اهميه الاسترلاب بالنسبة للمسلمين.
أهمية الاسترلاب بالنسبة للمسلمين هو مهم ليه؟ ليه الاسترلاب عندي مهم بالنسبة للمسلمين؟ طبعا المسلمين بيصلوا فكده نحدد منه ايه؟ اتجاه القبلة وقت الصلاة بداية الشهور القمرية. ايه الشهور القمرية دي؟ اللي هي الشهور الهجرية. زي مثلا احنا لما بنيجي في رمضان بنشوف الهلال، فاحنا نشوف من خلال الهلال ده اذا كان هل تاني يوم هو رمضان ولا مثلا اليوم اللي بعديه، ولو الهلال مش باين مش بنعرف نحدد منه الشهور القمرية. يبقى تاني اعرف ان انا احدد هنا من خلال الاسترلاب، يعني الاسترلاب ده مهم دلوقتي عشان بحدد ايه؟ اتجاه القبلة، اتجاه القبلة، اتجاه القبلة وقت الصلاة. يبقى اتجاه القبلة، اتجاه القبلة وقت الصلاة، وقت ايه؟ الصلاة، وقت ايه؟ الصلاة. بداية الشهور القمرية، بداية الشهور القمرية، بداية الشهور القمرية. عشان كده مريم هنا اشتهرت بمريم ايه؟ اشتهرت طبعا بمريم الاسترلابي. اشتهرت بمريم ايه؟ مريم الاسترلابي. اشتهرت بمريم ايه؟ الاسترلابي. اشتهرت بمريم ايه؟ الاسترلابي. في العصر الحديث يعني لما هنا جت مريم مطورة الجهاز ده ونتيجة لإنجازاتها، طبعا احنا هنا اللي بيعمل إنجاز بيعمل ايه يا جماعة؟ الدولة بتعمل له ايه؟ بتكرمه. فهم فعلا كرموها، بس مش كرموها ان هم ادوها جايزة، لا ده عملوا ايه؟ ده سموا احد الكويكبات المكتشفة باسمها. ايه كويكب ده يا ميس؟ كويكب ده اللي هي الاجسام الصغيرة اللي بتكون موجودة في السماء، بتكون ما بين الكواكب كده، فهم سموا احد الكويكبات باسمها. يبقى تاني هنا هقول لك مثلا في سؤال ممكن يجي، استنى كده. في سؤال ممكن يجي اقول لك مثلا دلل. اهتمت الدولة بإنجازات مريم الاسترلابي. الدليل ان الدولة عندي اهتمت بانجازات مريم الاسترلابي، قال لك انها في العصر الحديث، في العصر ايه؟ الحديث، في العصر ايه؟ الحديث. عملت ايه في العصر الحديث دي؟ عملت ايه؟ الدولة اخدتها وسمت احد الكويكبات المكتشفة به اسمها. ليه؟ بسبب انجازاتها. يبقى ليه سموا؟ مثلا انا جبت لك السؤال دلل وانا اتفقت معاك ان دلل يعني هات دليل، ان دلل يعني هات ايه؟ هات دليل. تمام، انا اتفقت معاك. هنا ممكن اجيب لك دلل، طب ممكن اجيب لك اقول لك بما تفسر. تمام، بما تفسر تكريم الدولة، او هقول مثلا مش تكريم الدولة، هقول حاجة تانية. ممكن اقول اعطاء الدولة. يبقى تاني هحط سؤال تاني اللي هو ايه؟ الدولة عطت مريم الاسترلابي احد الكويكبات. يبقى كده ممكن اقول بما تفسر اعطاء الدولة اسم مريم الاسترلابي أحد الكويكبات لاسمها. تمام، اطلقوها باسمها، سموها باسمها. يعني بدل الاعطاء ده ممكن احط لك كلمه تسميه الدوله لاحد الكويكبات باسم مريم الاسترلابي. طبعا ده بسبب ايه؟ يبقى هنا كاعتراف رسمي بالاسهامات الكبيره لمريم الاسترلابي. يبقى كاعتراف رسمي لمين؟ للاسهامات الكبيره لمريم الاسترلابي. كاعتراف رسمي بايه؟ بالاسهامات الكبيره لمريم الاسترلابي. يبقى مريم الاسترلابي هنا كانت بتحب باباها. كانت بتحب مين؟ باباها. فكده كانت مصرة انها تتفوق في علم الفلك. كانت مصرة على التفوق في علم الفلك. عشان كده عندي اخذت الجهاز الاسترلاب ده واستخدمت فيه حسابات رياضية دقيقة. استخدمت فيه حسابات رياضية ايه؟ دقيقة. والحسابات الرياضية دي عملت فيها ايه؟ هنا طورت من خلاله جهاز الاسترلاب. قبل ما مريم تطوره في البداية كان بيستخدم في ايه؟ احدد المواقع من خلال النجوم. احدد المواقع والاتجاهات من خلال النجوم. من خلال ايه؟ النجوم. من خلال ايه؟ النجوم. طب دلوقتي انا بستخدمه في ايه لما مريم طورته؟ وقت الصلاة.
قبلة الصلاة بداية الشهور القمرية، وقت الصلاة قبلة الصلاة بداية الشهور القمرية. في العصر الحديث عشان الدولة عندي مهتمة بإسهامات مريم الكبيرة تقديرا ليها عملت ايه؟ سموا أحد الكويكبات باسمها. يبقى هقول لك ليه إعطاء أو تسمية أحد الكويكبات باسم مريم الأسطرلابي؟ ليه؟ كاعتراف رسمي من الدولة بأحد إنجازاتها. أنت مثلا لو نجحت وماما وبابا جابوا لك هدية حلوة، إيه اللي هيحصل؟ ده كده هم جابوا لك هدية ليه؟ عشان أنت ذاكرت ونجحت، يبقى ماما وبابا معترفين بأن أنت فعلا ناجح وفعلا واحد شاطر. نفس الكلام هم هنا عشان هي شاطرة وناجحة عملوا ايه؟ سموا احد الكويكبات باسمها. دي كده العلماء العرب. يبقى احنا خدنا الخرائط عندي قديما، دي اللي انا لما اقول لك الخرائط قديما كده عندي كام واحدة؟ عندي 3. مين هم؟ المصريون القدماء، تمام. كمان عندي هنا العلماء العرب. ولما اجي للعلماء العرب عندي 2. مين هم؟ الإدريسي، ومين تاني؟ مريم الأسطرلابي. الإدريسي قلت لك بالره، فرسم خريطة للعالم، رسم خريطة للعالم. طيب مريم الأسطرلابي طورت جهاز الأسطرلاب، طورت جهاز الأسطرلاب. طب المصريين القدماء رسموا خريطة لوصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم. طيب هنا المصريين القدماء برضو رسموها على ايه؟ ورق البردي وجدران المعابد، تمام. طيب الخرايط بقى اللي هي الخرايط دلوقتي الحديثة. بص يا سيدي، الخرايط حديثا دلوقتي احنا اتنقلنا من الخرايط اللي هي البسيطة اليدوية، يعني من الخرايط اللي هي مرسومة بالإيد لخرايط رقمية دقيقة. تاني احنا اتنقلنا من الخرايط اللي هي مرسومة بالإيد، مرسومة بإيه؟ بالإيد، للخرايط الرقمية الدقيقة. ايه يا ميس الخرايط الرقمية الدقيقة؟ فاكرين لما كنت بقول لك البوصلة الرقمية كان ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ الفرق يا ميس ان البوصله الرقميه دي موجوده على التليفون، نفس الكلام. الخرائط الرقميه دي هي دي اللي انا اقدر الاقيها، هي دي اللي انا اقدر الاقيها على اي جهاز تكنولوجي. فهنا هقدر الاقيها مثلا على تطبيق الجي بي اس، وطبعا تطبيق الجي بي اس ده هلاقيه في كل مكان، هلاقيه على الموبايل، على الكمبيوتر، على اللاب، على اي حاجه. يبقى احنا دلوقتي حديثا بقيت عندي حاجه اسمها الجي بي اس. ايه الجي بي اس ده؟ يعني عباره عن ايه؟ ده اسمه نظام تحديد المواقع العالمي، تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ نظام الجي بي اس ده نظام تحديد المواقع العالمي. يبقى تاني الجي بي اس ده اسمه ايه؟ نظام تحديد المواقع العالمي. انا اتنقلت من خلاله، من اول من خريطة رقمية، من اول عندي اتنقلت من الخرايط البسيطة، انا اتنقلت من الخرايط البسيطة للخرايط اللي ايه؟ الرقمية الحديثة زي الموجودة على تطبيق جي بي اس. الجي بي اس ده اللي هو نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع ايه؟ العالمي. اهو هو موجود هنا اهو في المذكرة زي ما انا كنت كاتبه لك فوق. يبقى الجي بي اس ده هو عبارة عن ايه؟ قال لك ان ده عبارة عن نظام، النظام ده بيعتمد على ايه؟ على الاقمار الصناعية. يعني اقدر من خلال الاقمار الصناعية، ايه مثل القمر الصناعي ده عبارة عن جهاز، الجهاز ده حطوه في الفضاء، اقدر من خلاله احدد حاجات كتيرة جدا، زي ان انا اقدر من خلاله احدد المواقع والاتجاهات. يبقى تاني هنا النظام تحديد المواقع العالمي اللي هو الجي بي اس ده عبارة عن ايه؟ ده نظام بيعتمد على ايه؟ اقمار صناعية. ده نظام بيعتمد على ايه؟ اقمار الصناعية، في ان انا بحدد منه المواقع والاتجاهات، في ان انا بحدد منه المواقع والاتجاهات. لو انت بتستخدم جوجل ماب، لو انت في حالة انك تهت هتعمل ايه؟ هتطلع جوجل ماب. جوجل ماب هيقعد يقول لك امشي يمين بعد 3 كيلو، امشي شمال بعد 5 كيلو، امشي مش عارفة افضل ماشي
طوالي. طيب هو جوجل ماب ايه اللي عرفه الاتجاهات الصح للمكان اللي انت عايز تروحه؟ يعني لو عايز تروح المدرسه وانت تايه هتطلع تليفونك وتستخدم الجوجل ماب ده. هو ايش عرفه المكان ده ان هو رايحه، ان ده الاتجاه الصح؟ من خلال الاقمار الصناعيه دي. يبقى تاني ده نظام بعتمد فيه على ايه؟ اقمار صناعيه. خلي بالك بقى من حاجه، لان انت هنا هتتلخبط في ايه؟ ما المقصود، ودي الحاجه اللي انت ممكن تتلخبط فيها. فعشان كده ركز كويس قوي على ما المقصود. ايه المقصود بالاقمار الصناعيه؟ ده نظام بيعتمد على ايه؟ على الاقمار الصناعيه. ايه المقصود به؟ نظام تحديد المواقع العالمي او نظام الجي بي اس. ده نظام بيعتمد على الاقمار الصناعيه. ده نظام بيعتمد على ايه؟ الاقمار الصناعيه. تمام. من خلال الاقمار الصناعيه هعرف احدد ايه؟ اعرف احدد المواقع والاتجاهات. المواقع والاتجاهات. وطبعا ده تطور حديث لادوات تانية كتير اخترعوها زمان. زي مين؟ زي جهاز الاسترلاب. زي جهاز الاسترلاب. يبقى تاني نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو الجي بي اس، ده نظام بيعتمد على ايه؟ تحديد المواقع والاتجاهات من خلال القمر اللي هو القمر الصناعي، اللي هو القمر ايه؟ الصناعي. وده تطور عشان تطور حديث لمين؟ تطور حديث للأجهزة زي جهاز الاسترلاب. تطور حديث للأجهزة زي جهاز الاسترلاب. خدنا مريم الاسترلابي. طب ما تيجي نشوف بقى مصادر رسم الخريطة، واللي هي موجودة عندي الخرائط حديثا. احنا اتفقنا من شوية ان انا بستعين بجوجل ماب، وجوجل ماب ده اللي هو نظام الجي بي اس اللي بيبقى موجود على اي سمارت فون. ده بيكون موجود عندي على التليفون وبيكون طالع لي عليه خريطة. طيب هو ايه اللي خلى جوجل ماب ده يبقى فيه خريطة دقيقة بالشكل ده؟ الأقمار الصناعية يا ميس. طب الأقمار الصناعية بتحدد لي المواقع والاتجاهات. ايه اللي خلاه يعرف يرسم الخريطة بالشكل الدقيق اللي موجود على التليفون ده؟ يعني مثلا ايه اللي خلاه يعرف يرسم اسكندرية بكل حاجة فيها، بالمكان، يعني بالمحل ده، بالعمارة دي، بالدكان ده، بالمسجد ده، بغيره بغيره بغيره. ايه اللي خلاه يعرف يرسم كل الحاجات دي؟ اول حاجة ده هنا بقى اللي هيدخلني على مصادر رسم الخرائط. انا زمان بدل ما كنت برسمها بالايد دلوقتي بعتمد على حاجات تخليني ارسم الخريطة. طيب ايه مصادر رسم الخريطة دي؟ عندي اتنين، يا اما صور جوية يا اما صور فضائية. يعني انا برسم الخريطة من خلال الصورة. الصورة دي بتساعدني ان انا ارسم الخريطة بتاعتي بحيث تبقى خريطة دقيقة ما فيهاش اي غلطة من الغلطات. عندي نوعين من الصور، يا صور جوية يا صور فضائية. يا صور جوية يا صور ايه؟ فضائية. يا صور جوية يا صور ايه؟ فضائية. الجوية دي انا باخدها منين؟ قالك ان انا باخدها من الجو. باخدها من مين؟ من الجو. من خلال الطائرات. من خلال مين؟ الطائرات. من خلال مين؟ الطائرات. فبالتالي هي بتغطي مساحة. هنا لو احنا بصينا على الخريطة، لو بصيت على دي وبصيت على دي هلاقي ان هنا بص هي بتاخد قد ايه؟ بص المساحة دي مهما كانت بالنسبة لك كبيرة فهي برضو مساحة محدودة. ليه؟ لان الطيارة على بعد معين تعرف تصور، بس لو طلعنا عن البعد ده، يعني هي مثلا على ارتفاع 100 متر تعرف تصور. طيب لو ارتفعت عن مثلا ال 100 متر رحت ال 1000 متر هعرف اصور ولا مش هعرف؟ لا يا ميس الاماكن كده هتختفي. بالظبط. فبالتالي هي بتاخد مساحة محدودة. هي بتاخد مساحة ايه؟ محدودة من سطح الارض. يبقى تاني الصور الجوية دي بتاخد مساحة مالها محدودة من سطح الارض. تاني بتاخد مساحة. هنا الصور الجوية مين اللي بيصورها؟ طيارات. مين اللي بيصورها؟ طيارات. بتاخد مساحة ايه؟ محدودة من سطح الارض. يبقى تاني عندي هنا الصور الجوية دي الصور مين اللي بياخدها؟ طيارات. مين بياخدها؟ طيارات. طيب تاخد مساحة كبيرة ولا صغيرة؟ لا بتاخد مساحة محدودة من سطح الأرض. بتاخد مساحة محدودة من سطح الأرض. طب الصور بقى الفضائية هي اسمها فضائية، يبقى مين عندي؟ أنا بجيبها منين؟ أنا بجيبها من الفضاء. الفضاء خارج الكرة الأرضية. وهنا بقى أنا مش بطلع بطيارة ولا بطلع بمركبة فضائية، أنا بطلع من خلال إيه؟ من خلال الأقمار الصناعية. يبقى هي صور بيتم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية، فتعرف تطلع لي بره كوكب الارض كله. فبص مصوره لي صوره زي صوره كوكب الارض ده
عامله ازاي؟ صوره كويسه جدا وحلوه جدا، مغطيه كل كوكب الارض. طب هل الطياره تعرف تطلع بره كوكب الارض وتصور لي صوره زي دي؟ لا. عشان كده الصور الفضائيه دي بتاخد مساحه اوسع من الصور الجويه. يبقى بتاخد مساحه اوسع من الصور الجويه. يبقى الصور الفضائيه بتاخد مساحه اوسع من الصور الجويه. طب بتلتقط بواسطه ايه؟ الاقمار الصناعيه. بتلتقط بواسطة ايه؟ الأقمار الصناعية. بتلتقط بواسطة ايه؟ الأقمار الصناعية. بتلتقط بواسطة ايه؟ الأقمار الصناعية. الأقمار ايه؟ الصناعية. الأقمار ايه؟ الصناعية. ده كده الصور الفضائية ودي الصور الجوية. تمام؟ يبقى عرفنا ان دي بتغطي مساحة محدودة، والتانية طبعا بتغطي مساحة واسعة. الجوية بتلتقط من خلال الطيارات، والفضائية عندي بتلتقط من خلال الأقمار الصناعية. طب ما تيجي ألخص لك بقى الدرس ده النهاردة. أول حاجة يا سيدي عندك الخرائط. الخرائط مالها؟ الخرائط قديما. تمام؟ طيب الخرائط قديما احنا اتكلمنا على مين؟ على اتنين. أول حاجة عندي المصريين القدماء. طيب المصريين القدماء دول عملوا ايه؟ هم رسموا خريطة. طيب رسموا خريطة ليه؟ هنا يبقى احنا هنا الخرايط، يبقى المصريين القدماء عملوا ايه؟ رسموا خرائط. رسموا خرائط. طيب رسموها ليه؟ هنا لوصف مسار نهر النيل. لوصف مين؟ مسار نهر النيل. لوصف مين؟ مسار نهر النيل. تاني حاجة عندي مش بس لوصف مسار نهر النيل، عشان كمان يحددوا مواقع المناجم. عشان يحددوا مواقع ايه؟ المناجم. مواقع ايه؟ المناجم. دي كده عندي المصريين القدماء. طيب رسموها على ورق ايه؟ رسموها على ورق البردي. رسموها على ورق ايه؟ البردي. طيب رسموها على ورق البردي. في حاجة تانية يا حبايبي، في ان هم رسموها على جدران المعابد. رسموها على جدران ايه؟ المعابد. تمام؟ ده كده عندي المصريين القدماء. طب عندي اتنين تاني اللي هم مين؟ العلماء العرب. العلماء العرب دول اللي هم كان اتنين. مين هم؟ اول واحد عندي كان الإدريسي. طيب الإدريسي ده عمل ايه؟ قلت لك بالره. فعمل ايه؟ رسم خريطة للعالم. رسم خريطة للعالم. رسم خريطة للعالم. تاني واحد هو مريم استرلابي. مريم ايه؟ الاسترلابي. مريم ايه؟ الاسترلابي. مريم الاسترلابي عندي طورت جهاز الاسترلاب. طورت جهاز مين؟ الاسترلاب. طورت جهاز مين؟ الاسترلاب. طيب الاسترلاب ده انا كنت بستخدمه في الاول. بستخدمه ليه؟ كنت بستخدمه عشان ان انا احدد مواقع النجوم، مواقع الاتجاهات. احدد مواقع ايه؟ احدد المواقع والاتجاهات. تمام؟ يبقى احدد المواقع والاتجاهات من خلال مين؟ من خلال النجوم. من خلال مين؟ النجوم. لما مريم طورته، يبقى تاني هي لما اخدت وعملت تطوير لجهاز الاسترلاب، بقى الاسترلاب ده استخداماته كام حاجة؟ 3. ايه هي الاستخدامات؟ عندي هنا وقت الصلاة. ايه وقت الصلاة ده يا ميس؟ انا بحدد وقت الصلاة. يبقى تحديد وقت الصلاة، اتجاه القبلة. تمام؟ تالت حاجة عندي بداية الشهور القمرية. بداية الشهور القمرية. يبقى بداية الشهور القمرية. تمام؟ يبقى وقت الصلاة، قبلة الصلاة، بداية الشهور القمرية. ده كده العلماء العرب. طيب كان عندي مين تاني؟ خلاص المصريين القدماء والعلماء العرب. طيب بقى عندي بقى خرائط اللي هي حديثا. خرائط اللي هي ايه؟ حديثا. الخرائط حديثا دي بقيت اعمل بيها ايه؟ قال لك ان هي بدل ما كانت هنا اتحولت من بسيطة يدوية، تمام، اتحولت لايه؟ لخرائط رقمية. لخرائط رقمية دقيقة. لخرائط رقمية ايه؟ دقيقة. طيب تمام. فبقى عندي هنا مصادر رسم الخرائط. طيب خرائط رقمية دقيقة قلنا ده بسبب نظام اللي هو اسمه نظام ايه؟ نظام عندي الجي بي اس. والجي بي اس ده هو تطوير لجهاز الاسترلاب. يبقى الجي بي اس ده هو تطوير لجهاز مين؟ لجهاز الاسترلاب. يبقى كده الجي بي اس هو تطوير لجهاز مين؟ لجهاز الاسترلاب. تمام؟ الجي بي اس ده نظام انا بحدد منه ايه؟ مواقع برضو النجوم والاتجاهات، ولكن بستخدم فيه ايه؟ الاقمار الصناعيه. الاقمار ايه؟ الصناعيه. الاقمار ايه؟ الصناعيه.
طيب مصادر رسم الخريطة بقى اللي هي الخرائط حديثا بجيبها منين؟ بجيبها من اتنين، مين هما؟ من الصور الجوية والصور الفضائية. طيب الصور الجوية دي بجيبها من خلال الطائرات، فبالتالي بتاخد مساحة، ولكن مساحة مالها؟ مساحة محدودة. طيب الصور الفضائية بجيبها من خلال مين؟ بجيبها من خلال الأقمار الصناعية. طيب فبتاخد مساحة مالها؟ مساحة كبيرة. كده لخصت لك الدرس بتاعك النهارده، خلصنا حصتنا النهارده، الدرس سهل وما فيهوش اي حاجه. اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. كان معاكم ميس خلود طه، وانت هنا في منصه ادينورا. باي باي.